كانت البداية في قرية صغيرة مهددة دوما بالخطر بسبب وحش من الرتبة اس يهجم عليهم باستمرار، ولأنهم ما قدروش يواجهوه بأنفسهم اضطروا يصرفوا كل مدخراتهم علشان يتخلصوا من الذئب اللي ما كانش بيسيبهم في حالهم. وده كان بيتم من خلال استئجار فريق من المغامرين، ولما تيجي اللحظة المناسبة يكونوا على أهبة الاستعداد. وفي أحد المواجهات كان واحد من الفريق مستخبي بعيد، لكن فجأة بوب يتفاجأ بضربة قوية ترمي بعيد عن المكان لأن الذئب كان ظهر وراه. ومن هنا بدأت المعركة. بمجرد ما القائد أعطاهم الإشارة بنشوف واحدة من أعضاء الفريق تبدأ تستخدم أسلوب النينجا وتحاول تكتف الذئب بسلك معدني، لكن للأسف ما كانتش تملك القوة الكافية علشان تسيطر على حركته، فيرميها على الحائط. في اللحظة دي تدخل المعالجة وتبدأ تستعمل قوتها السحرية تعالجها وتقوم من جديد. المرة دي تنجح في تكتيف الذئب على واحدة من الأشجار وتدي الإشارة للقائد اللي ينقض عليه ويضربه ضربة واحدة، وللمفاجأة يولع فيه. وأخيرا الكابوس المرعب اللي كان مخيف لأهالي القرية قدروا يتخلصوا منه بفضل شوية مغامرين شجعان. لكن استنى شوية، فاكر الولد اللي الذئب كان هدفه الأساسي؟ عايزك تركز معاه شوية لأن قصتنا دي تخصه هو بالذات. الولد ده اسمه كراي وكان أضعف واحد في الفريق، ما كانش عنده أي مهارات قتالية، كل مهمته كانت إنه ينظف يجهز الأكل ويشيل المعدات، لكن كل ده ما كانش كفاية علشان يفضل مع الفريق. وبيجي اليوم اللي كان دايما خايف منه، يتم طرده من الفريق بأبشع طريقة ممكنة، لأنهم ببساطة كانوا عايزين فريق قوي والمغادرة كانت محتومة. الفريق بيتطمح يكون الأقوى في المملكة وعدد أعضائه لا يتجاوز 4، وعلشان كده قرروا يطردوه ويجيبوا حد أقوى مكانه. بعد ما كراي اترفض من الفريق بيبدأ رحلة جديدة، لكن المرة دي من غير هدف. ولما بيوصل للمدينة يكتشف إن الفلوس اللي معاه خلاص قربت تخلص، يضطر يروح لنقابة المغامرين. وعلى الرغم من التوتر اللي كان حاسس بيه إلا إنه تغلب عليه وقرر يدخل النقابة. بمجرد ما يدخل يتفاجأ بموظفة في وشة تسأله إذا كان بيدور على شغل أو وظيفة، يرد عليها إنه فعلا جاي هنا علشان يشتغل. تقول له تمام يا صديقي، يلا نعمل مقابلة ونشوف القدرات اللي عندك وتقدر تعمل إيه بالضبط. بدأت المقابلة وعرف بنفسه، قال إن اسمه كراي، عنده 15 سنة وجاي من قرية اسمها هاستر في جبل شين. الموظفة تتفاجأ جدا لأنها أول مرة تسمع عن المكان ده. تسأله طب أنت تعرف تعمل إيه بالضبط؟ فيقول لها إنه كان بيقوم بالأعمال الروتينية في فريق مغامرين اسمه ناب التنين المتوهج. أول ما بتسمع اسم الفريق تتفاجأ بشدة لأن الفريق ده تم ترقيته مؤخرا لرتبة دبل اس. بس كراي يقول لها اهدي شوية، أنا أصلا أطردت من الفريق. ترد عليه بغض النظر عن ده وجود اسمك في سجل الفريق ده شيء كويس جدا لسيرتك الذاتية. الكلام ده بيخلي كراي يحس ببعض الأمل من جديد رغم إن شغله في الفريق كان بسيط وروتيني. تقول له الموظفة بص يا صديقي، أول حاجة نعملها دلوقتي إننا نختبر قدراتك الفطرية. أنا واثقة إننا هنكشف فيك شوية مواهب مستخبية. وتشرح له ترتيب الرتب. أدنى رتبة هي جي، وتتوالى الرتب لغاية ما توصل لتريبل اس وهي أعلى رتبة ومش أي حد يقدر يوصل لها. تقول له الناس اللي ما عندهمش موهبة كافية لدرجة إنهم مش قادرين يقطعوا فلاس بسيفهم بتكون رتبتهم بين رتبة جي لحد رتبة إي. أما اللي يقدر يقطع فلاس بسيفه فطبيعي رتبته بتكون أعلى. هنا كراي يتمنى بصدق إنه يملك موهبة مستخبية، لكن لما تطلع النتيجة تكون الموظفة مصدومة بكل المقاييس. كل الاختبارات اللي خاضها حصل فيها على أدنى رتبة جي. فتقول له للأسف ما عندكش أي مهارات قتالية، وده معناه إن الوظائف المتاحة ليك هتكون محدودة جدا. رغم إحباطه تحاول تطمنه، استنى لسه في أمل، ممكن تشتغل في أعمال تجارية وفي اختبارات تانية زي الحدادة والخيمياء. لكن للأسف الموظفة المسؤولة عن القسم ده غايبة ولازم تنتظر شوية لحد ما ترجع. شوية من الوقت توقعت هي أنها ترجع ثانية إلى العمل في خلال الأسبوع القادم. فقال لها أحدهم ما عنديش أي مشكلة، ولكن أحب أعرفك إني تقريبا بكون مفلس. فردت عليه خلاص أنا فهمت أنت تقصد إيه بالضبط، طب تقدر تشيل كيس الرمل اللي هناك ده؟ فقال كراي لا أكيد طبعا. ولما اقترب وبدأ يحمل كيس الرمل شعر بشيء غريب، إذ بدأ الكيس يستنزف شيئا من طاقته. رغم أنه قادر على حمله للحظات إلا أنه بدأ ثقيلا جدا عليه. فقالت له خلاص تمام يا صديقي، ما إنك في القوة دي فأنسب وظيفة ليك دلوقتي إنك تشتغل في أعمال البناء. وبدأت تعرفه أن هناك مدينة معينة تستقطب أكبر عدد من العمال لأنهم يريدون إحاطة المدينة بالأسوار. ثم سألته هل أنت فعلا موافق إنك تشتغل هناك؟ فأجابها أكيد طبعا بالفعل. وبعد قليل من الوقت نرى أنه وصل عند مشرف العمال، وعندما يرى كراي يشعر أنه هزيل وقد لا يكون مناسبا للشغل، ولكن لا يملك رفاهية الرفض لأنه يعاني من نقص شديد في عدد العمال.
بدأ يتحدث معه وقال له بص كده، علشان ما بحبش أكرر كلامي كتير، أول حاجة هتروح تعمل الأسمنت ده وبعد كده تروح للأسوار دي وتبدأ تصلحها. لكن كراي حاول يستفسر عن بعض التفاصيل، فرد عليه بص كده يا معلم، أنا هرجع لك بعد 3 ساعات وأحرص إنك تكون خلصت نصف برميل على الأقل. ولما مشي قال له خلي بالك يا معلم، المال اللي هتكتسبه على قد الشغل اللي هتشتغله، يعني لو تكسلت المال اللي هتكسبه هيكون قليل. كان كراي محتار، هل يستخدم المنع الخاصة به في خلط الأسمنت أم لا؟ وكان يشعر أن هذا الرجل لا يثق فيه كفاية، لذلك لم يعره أي اهتمام. لكن كراي قرر أنه واثق في نفسه وبدأ يقوم بالشغل الذي يقدر عليه. وبعد مرور 3 ساعات نرى المشرف يعود إليه، لكن علامات الصدمة ظاهرة على وجهه، لأن كراي كان قد أتم جزءا كبيرا من الجدار خلال ال3 ساعات تلك. شعر كراي أنه خرب الدنيا وبدأ يعتذر قائلا أنا ما قدرتش أعمل غير الجزء ده لأن الأسمنت اللي معايا كله خلص. لكن على العكس تماما، المشرف كان مصدوما أنه قدر يصلح 3 جدران بهذه الضخامة خلال 3 ساعات فقط. ومع ذلك كان المشرف مستغربا وسأله ثواني كده، إزاي قدرت تتعامل مع الأجزاء العلوية وأنت ما معكش سلالم؟ فقال له كراي سهلة وبسيطة يا صديقي، أنا مسكت الأسمنت ورميته على مناطق معينة وبدأت أضبطه بالأداة دي. المشرف وقف قدامه مشلول من الصدمة، لأنه من المستحيل أن أي حد يقدر يعمل اللي قاله كراي، لكن رضخ للأمر الواقع لأن ده فعلا اللي حصل. فسأله هو أنت ناوي تشتغل معانا قد إيه بالظبط؟ فقال كراي مفيش، يعني حوالي أسبوع على الأقل. فقال له المشرف تمام، وبدأ يعطيه راتبه ثم أخبره ده اللي أقدر أدفعه لك النهاردة، وبالنسبة للباقي هتستلمه من خلال النقابة. كراي كان متفاجئ وقال له يا صاحبي، هو أنت متأكد إنك هتديني المبلغ ده كله لوحدي؟ فرد عليه طبعا، أنت اشتغلت شغل عظيم جدا. فكان كراي مبسوط جدا من المعاملة دي. وبعد مرور 3 أيام نرى أن أهالي المدينة كانوا مصدومين جدا، لأن كراي بالفعل قدر يخلص كل الجدران خلال ال3 أيام دول ورممهم بالكامل. ولما نرى المشرف بيروح ويتكلم معه يقول له مفيش داعي إنك تيجي بعد النهاردة. فرد عليه كراي يا أسطى، هو إحنا مش اتفقنا إننا نشتغل معاك لمدة أسبوع؟ فقال له بص كده، الجدران اللي انت خلصتها في خلال 3 أيام دي كانت المفروض توفر وظائف لشوية الفقراء دول، ولو انت كملت وسبتهم فأحب أؤكد لك إن مفيش ولا واحد فيهم هيقدر يلاقي جنبك لقمة عيش. وبالنسبة للقدرات اللي انت بينتها هنا، ففي الغالب يا إما انت في الرتبة SS يا إما ترمل S، وأنصحك إنك تخرج من المكان ده وتروح للعاصمة الملكية. كراي كان واقف مش فاهم أي حاجة. رتبة S مين يا عم اللي بتتكلم عليها؟ ده لسه مطرود من يومين مش أكتر. أعطاه الفلوس بتاعته ثم قرب منه كأنه هيحضنه. كراي هنا كان في حيرة وقال لنفسه ثواني كده، هو الجدع ده كان عايز مني إيه بالظبط وطردني ليه؟ هو أنا عملت حاجة غلط؟ وبالتالي نرى إن كراي عاد ثانية للنقابة، وكان باين عليه الإحباط جدا لأنه مازال ينتظر 4 أيام حتى تعود الموظفة التي كان ينتظرها واسمها فينا إلى النقابة. وهم كانوا جالسين فرأينا إحدى المغامرات تتشاجر مع موظفة معينة، لأنها لم تجد الشخص الذي كانت تبحث عنه في النقابة، ولهذا اقتربت منها الموظفة التي سنسميها مديحة لتفهم ما الذي يحدث. فهمنا يا صديقي أن المغامرة تلك تبحث عن شخص يعمل كعامل منجم، ولكن لديها بعض الشروط، وهي أن عامل المنجم هذا سيأخذ راتبه على حسب عمله ونتائجه، وفوق كل ذلك لا ترغب في دفع أي نقود تحت الحساب أو أي شيء يثبت جديتها. فقالت لها مديحة بصي كده يا ستي، المواصفات اللي بتدوري عليها دي اللي تقريبا مش موجودة، ولو انت فعلا عايزة حد يشتغل معاكي فانت لازم تدوري مع المستثمر اللي يطور المنجم بتاعك. لكن المغامرة كانت متعصبة جدا، لأنها لو لم تدفع ضرائبها خلال أسبوع واحد فقط فسيتم مصادرة كل أملاكها تقريبا. وبينما هم واقفون نرى كراي يقترب منهم ويقول إنه على أتم الاستعداد لقبول الوظيفة، ويخبرهم أنه لما كان يعيش في قريته كان يساعد المراقبين في المناجم، وكان دائما يعمل في المناجم بعد الظهر. كان المناجم بعد الظهر، ودي هنا بتبدأ تحذره، لأن بالطريقة دي فهو بيخاطر بجزء كبير جدا من الراتب بتاعه. لكن الأمور ما تمشيش زي ما هو ما يكون عاوز، لأن المغامرة دي ترفض إنها توظفه، لأنها بتكون عايزة شخص عنده بنية عضلية، مش يعني شخص نحيل زيه. دي حابب تقولها في الحالة دي مفيش أي مشكلة، ولكن على الأقل لازم يتفقوا على 10 عملات فضية. المغامرة دي بتكون مصدومة لأنها أصلا معهاش المبلغ ده، وعشان كده بتبدأ تتكلم مع كراي وبتقول له يا ابني أنت متأكد إن عندك الخبرة اللي بتتكلم؟ طبعا. وبتقول له خلاص أمرنا لله تعالى ورينا. المهم بقى صديقي بعد ما كراي بيسيب النقابة ويمشي بنشوف إن باقي الراتب بيكون وصل. أما بقى مديحة فبتبص على الرقم، وهنا بتكون الصدمة بالنسبة لها، لأن الراتب بتاعه بيكون مكون من ائتي عملة ذهبية. الصدمة اللي هي فيها بنشوف إنها بتتكعبل في كيس الرمل
وبتتلقى على الأرض وبتقول ثواني كده، هي كيس الرمل ده بيعمل إيه هنا أصلا؟ لكن صديقها بتبدأ تصحح لها المعلومة. الأكياس دي مش أكياس رمل عادية، بل هي مخصصة لقياس المانة اللي بيمتلكها الشخص، وكلما الأكياس دي كانت أوزانها أكبر ده بيدل على كمية المانة اللي الشخص بيمتلكها. أي شخص طبيعي يقدر يشيل الأكياس الرملية دي بسهولة، على الرغم من إن مديحة بتكون شاكة في الأمر، لكن بتبدأ تشيل الأكياس وفعلا بتقدر تشيلها. فبتقول أي نعم كانت ثقيلة، بس ما كانتش للدرجة اللي كان كراي باين فيها إنه ما بيقدرش يشيلها، وعشان كده بتكون محتارة جدا هو كراي ده يطلع مين بالظبط. المهم صديقي بنسيبها ونروح لكراي، وبيكون بيتمشي مع المغامرة دي لغاية ما أخيرا بيوصلوا للمخيم بتاعهم اللي بيكون موجود في نص الغابة. هنا بقى كراي بيكون متفاجئ جدا لأنه مفيش غير خيمة واحدة بس، لكنها بتطمنه وبتقول له المكان هيساعنا إحنا الاثنين. ده بقى اللي بيخلي كراي يكون محرج جدا لمجرد ما فكر في التفكير ده أصلا. بالمناسبة صديقي المغامرة دي اسمها شوريتي. كراي بقى بيكون معترض إنه ينام جنبها في نفس المكان، لأنه بالنسبة له كده امرأة جميلة وبيبدأ إنه يتغزل فيها. والبنت بتعصب جدا لدرجة إنها بتبدأ تلطش له، وهي بتقول له بقول لك إيه، فك بقى من العبط اللي في دماغك ده ويلا بينا ناكل عشان ورانا شغل كتير جدا بكرة. كراي بيعرف إنها هي اللي عملت الأكل ده بنفسها، فهو بيكون مبسوط جدا لأن دي أول مرة له من فترة طويلة أي حد يعمل له أكل أصلا. لكن المهم صديقي بنشوف إنهم بيقضوا وقت لذيذ جدا مع بعض، وفي نهاية اليوم بيقرروا يدخلوا يناموا. لكن كراي ما بيكونش مرتاح في الوضع، ولما بيشوف حاجات غير لطيفة بيقرب إنه يسيب الخيمة وينام بره. وفي تاني يوم لما شوريتي بتخرج من الخيمة بتتفاجأ إن كراي نام طول الليل بره. مش كده وبس، لا كمان صلح لها اللبس الخاص بيها. بتتأكد بالفعل إن الولد اللي قدامها ده بيشتغل أكيد في المكان الغلط، فبتقول له من غير هري كتير يلا بينا نروح على الشغل، احنا لازم نجمع على الأقل قبل نهاية الأسبوع 10 عملات ذهبية. فبيقول لها قشطة مفيش أي مشكلة، ولكن أنت حددت المكان اللي هنبدأ نحفر فيه ولا لسه؟ هي بقى بتقول له مش متأكدة، ولكن في الغالب في مكان قريب من هنا. هنا بقى بيكون معترض وبيعرفها إنها لو اشتغلت بالطريقة العشوائية دي فغالب مش في الغالب تلاقي أي خامة، وبيقترح لها إنهم ياخدوا لفة سريعة في المكان على مناطق معينة. وفعلا صديقي ده هو اللي بيعملوه، وبيبدأوا يدوروا لغاية ما بيلاقوا حجر معين. أيوه هي دي بقى الأحجار اللي احنا لازم ندور عليها. وبخبطة بسيطة منه بنشوف إن في أحجار كريمة بتظهر جواه، وده بقى اللي بيخلي شوريتي تكون متفاجئة جدا. فبيقول لها بصي كده يا ستي، على الغالب الأحجار دي بتساوي 3 قطع ذهبية. إنها بقى تكون مصدومة جدا لأن كده يكونوا قطعوا ثلث الطريق تقريبا. لكن لو فاكر إن كراي بيقف لغاية هنا تبقى غلطان يا صديقي. كراي بيقدر إنه يجمع كم كبير من الأحجار الكريمة، فبتقول له على ما أظن كده يا معلم الكم ده كفاية، يلا بينا نروح له. لكن كراي بيعرفها إن ده مش مضبوط. بتقول له أكيد طبعا أنت أصلا اللي عملت كل حاجة، ففي الغالب الأحجار دي كلها بتاعتك. لكن كراي بيعرفها إنه ما كانش قصده كده، لا إحنا لازم نحول الأحجار دي لأحجار سحرية في الأول عشان تزيد من قيمتها. هي بقى بتقول له ثواني كده يا معلم، أظن إن فيه 3 بس في المملكة هم اللي عندهم القدرة يعملوا الأحجار السحرية دي. فأثناء ما هي بترغي بنشوف إن كراي بيكون انتهي من صناعة أول حجر سحري. تقول إيه العبط ده يا معلم؟ ثواني كده، الحجر السحري في إيدك ده المفروض إنه أخذ على الأقل ساعة. ثواني كده، يعني أنا كده ما عنديش المانة الكافية عشان أقدر أخذ كل الوقت ده، أنا فاشلة. هنا بقى كراي بيفهم إن الحرفيين الحقيقيين بيكون عندهم القدرة إنهم يبسوا المناعة في الحجر السحري لمدة ساعة كاملة. شوريتي بقى بتقول لنفسها أنا حاسة إن في حاجة كده غلط ومش مظبوطة في الموضوع. في نهاية اليوم بنشوف إن شوريتي بتكون جمعت كل الأحجار السحرية اللي كراي قدر يعملها، وبتقرر تروح للمدينة عشان تبيعها. بالنسبة له فهو بيتاني في قلب الغابة لغاية ما ترجع له في اليوم التالي. بالفعل صديقي بنشوف إن شوريتي بتروح المدينة عشان تبدأ تبيع الجواهر السحرية، لكن الموضوع ما بيكونش سهل لأن الموظف ده بيبدأ يسألها عن الوثيقة إنها اشترت الجواهر دي من بره. لكن هنا شوريتي بتبدأ تعرفه إن الجواهر دي مصنوعة محلياً، وبطبيعة الحال ما عندهاش أي وثيقة. بيقول لها خلاص يا ستي، طب أنت جايباها من أي ورشة بالظبط؟ عشان كده بنشوف إنها بتطلع القلادة الخاصة بيها، وأول ما الموظف بيشوفها بيكون متفاجئ جداً إن المغامرة اللي قدامه دي بتكون تحت إشراف العائلة الملكية مباشرة. وعشان كده بنشوف إن شوريتي بتطلب منه الرخصة إنها تدخل العاصمة الملكية عشان تقدر تبيع البلورات الخاصة بيها،
وبالفعل صديقي هو ده اللي بيحصل، وبتروح لأحد المحلات ومن الواضح إنها معرفة سابقة صاحبة المحل، حيث تعرفت شيرتو عليها وأخبرتها أنها جاءت لتبيع لها البلورة السحرية. وما إن أمسكت الموظفة بالبلورة حتى شعرت بأن هالتها ضعيفة، وقدرت أنها لا تساوي أكثر من 10 عملات ذهبية. لكن فجأة لاحظت شيئا غريبا، فطلبت من شيرتو الانتظار، وأخذت البلورة إلى الداخل لتجري عليها بعض الاختبارات. عندما عادت أخبرتها أنها للأسف لا تستطيع شراء البلورة ب10 قطع ذهبية فقط، إذ إنها تحتوي على 10 أضعاف الطاقة السحرية الموجودة في أي بلورة عادية. تعجبت شيرتو وقالت: ثواني، ألم تقولي أن توهجها ضعيف؟ فأجابتها الموظفة: هذا طبيعي، لأن الحجر عولج بطريقة عالية جدا. فقالت شيرتو: تقريبا معي 49 حجرا غير هذا. ثم اتضح أن مواصفات البلورة قد تجعلها تقدر ب500 قطعة ذهبية. اشترط الموظفة ألا تبيع شيرتو أي جواهر سحرية في مكان آخر غير هذا المتجر، لأن تقييم الأحجار السحرية بسعرها الحقيقي أمر لا يجيده سوى القلة، كما أنه لا يصح أن تنتشر هذه الأحجار في المملكة بسرعة. وأضافت قائلة: أنا عندي فضول شديد لأعرف من صنع هذه الجواهر. أجابت شيرتو: أنا أوافق على الشرط الأول، ولكن لا أستطيع البوح باسم الشخص. فردت الموظفة: كيف يمكن لشخص بهذه القوة أن لا يخدم المملكة مباشرة؟ لو كنت تحتفظين بهذا السر لتحققي أكبر قدر من المكاسب فهذا أمر غير مقبول. لكن شيرتو قالت: أنت تفهمين الأمور بشكل خاطئ تماما، أنا فقط لا أريد مشاركة معلومات عن هذا الشخص من دون إذنه. بدأت التاجرة تحاول الحصول على المعلومات بأي طريقة، حتى باستخدام السلطة التي تملكها كونها تعمل تحت إمرة العائلة الملكية. لكن شيرتو رفضت تمام البوح بأي شيء، وأخبرتها أنها لم تعد تعمل تحت أوامر العائلة الملكية. فقالت لها التاجرة: إذن أطلب منك هذا الطلب كصديقة، حاولي حماية هذا الشخص ولا تسمحي لأي دولة أخرى بالاستفادة منه، وربما تؤسسين له مختبرا سحريا، فذلك سيكون مناسبا جدا لتطوره. وأضافت: أنا أيضا لدي السلطة لأمنحه لقب الكونت بما أني أعمل مباشرة تحت العائلة الملكية. خرجت شيرتو من المحل وهي مصدومة للغاية، فقد حصلت على 500 قطعة ذهبية، وفوق هذا كيرتو قد يحصل على لقب الكونت. وقبل عودتها إلى كيرتو توجهت إلى نقابة المغامرين لتسأل الموظفة هناك بعض الأسئلة عن كيرتو، لكنها فوجئت بأن الموظفة هي من بدأت تسألها نفس السؤال، واتضح أن كليهما لا يعرفان شيئا عنه. ورغم ذلك أرادت شيرتو الإطلاع على ملفه الشخصي، لكن الموظفة رفضت، حتى أخرجت شيرتو القلادة الملكية خاصتها، وعندها ظهرت جميع الإحصائيات الخاصة به. وعرفت أن كيرتو كان عضوا في فريق ناب التنين المتوهج، وهو فريق قوي جدا. وكانت المفاجأة الأكبر أنه حصل على الرتبة G في كل الاختبارات القتالية، كما اكتشفت أنه طرد من عمله ب3 أيام فقط، رغم أنه خلال تلك الفترة القصيرة كان يصلح أسوار المدينة، وكان راتبه يساوي 100 عملة ذهبية، وقد تمكن من إصلاح أغلب الأسوار خلال الأيام ال3. ورغم صدمتها قالت: هذا طبيعي. ثم طالعت راتبه، وعندما عرفت أن شيرتو تركت له 499 قطعة ذهبية انصدمت. أمرت شيرتو الموظفة بما أنها تحت إمرة العائلة الملكية ألا تفصح عن أي معلومات تخص كيرتو لأي شخص. وفي أحد الأيام عادت شيرتو إلى الغابة، وكانت الصدمة بادية على وجهها، فقد تمكن كيرتو في بضع ساعات فقط من غيابها من بناء منزل. فقالت: بالله، هذا أمر طبيعي لأي شخص عاش في قريتي، فقد كان الناس هناك قادرين على بناء منازلهم في يوم واحد. نتركهم الآن وينتقل بنا المشهد إلى فريق ناب التنين المتوحد، حيث كان القائد واقفا ومستغربا، إذ لم يستطع أن يطلق النيران من سلاحه كالمعتاد، وكانوا في مواجهة وحش خشبي عملاق. طلب القائد من ميرس المعالجة أن تبدأ بعلاجه، لكنها كانت عاجزة لأن طاقتها السحرية بدأت تضعف كثيرا. بالكاد تمكن القائد من صد الهجمات، ثم بدأ يتحدث إلى المبتدئ الجديد وسأله إن كان يستطيع استخدام سحر النوران، فأجاب: تماما كما قلت، أنا مجرد مبتدئ ولا أستطيع استخدام السحر الذي تستعمله أنت. وبينما يحدث كل هذا كانت هناك فتاة تضحك ضحكة خبيثة، وتأكدت أن هذا الفريق انتهى أمره. نتركهم الآن ونعود مجددا إلى كيرتو، حيث أخبرته شيرتو أن هناك من في المملكة على استعداد لمنحه مختبرا سحريا يجري فيه كل اختباراته، بل ومنحه لقب الكونت ليكون أحد النبلاء. وبينما هو مذهول من هذا الكلام بدأ يسأل: قالها: هو أنت عرفتي كل الكلام ده منين بالضبط؟ بكل بساطة، الشخص اللي قايم بتقييم البلورات السحرية اللي انت بتكون عملتها هو اللي بيكون عنده استعداد يديك كل الامتيازات دي. الشخص ده بيملك منصب في البلاط الملكي. بقى بيقول لها: يا ستي، هو انت متأكدة من الكلام اللي انت بتقوليه؟ لا ده يعني هي ما بتكذبش عليكي؟ تقول له: ايوه نعم، انا عارفة ان الموضوع ده ممكن يكون صعب انك تصدقه، بس انت ايه رأيك في الموضوع؟ كيرتو بيكون محتار، ولكن بيبدأ بقى يعتذر لها وبيقول: ايوه نعم، ان العرض ده ما ينفعش اي حد يرفضه، ولكن بتمنى انك ترفضيه بالنيابة عني.
بقى إن كيرتو بيكون رافض المنصب ده لأنه ما بيكونش حابب يحط نفسه في منصب أعلى من البقية، وكل ده كمان في جزء منه عايز يرجع تاني للفريق اللي هو كان فيه قبل كده. بقولك إيه؟ فكك بقى من ده كله، لأن ما أظن إن الشغل دلوقتي مناسب جدا ليا. شيرتو لما بتسمع الرد ده منه فعلا بتتأكد إن الشخص اللي قدامها ده بيكون شخص طيب. كيرتو بالله على ما أظن إن البلورات السحرية اللي أنت بعتها دي إنك تدفعي كل الضرائب اللي عليكي، صح؟ تقول له لا، من الناحية دي يا معلم لا تقلق، أنا بعتها بمبلغ كويس جدا، وبما إني مش اللي صانع البلورات السحرية دي، كل اللي أخدته يا دوبك هو عملة واحدة ذهبية. بالنسبة لباقي المبلغ فأنا حطيته في حسابك في قلب نقابة المغامرين. بالله يا ستي، ايه اللي انت عملتيه بالظبط؟ ما كنتيش المفروض تعملي كده. انت ما تعرفيش حاجه، انا لو كنت قابلت المبلغ الضخم ده على نفسي كنت دايما هبدا احس بالذنب. وبغض النظر عن اي حاجه، اتمنى انك تكمل في تنقيب عن المواد الخام. يقول لها يا ستي من الناحيه دي لا تقلقي، على ما اظن كده ان انا لقيت عقد مليء بالالماس. بتقول له طب يا ابني انت استريحت ونمت كويس؟ يقول بالله يا ستي من الناحيه دي خلك يعني نمت تقريبا 6 ساعات. بتقول 6 ساعات يا استاذ؟ انت بتقول ايه؟ ده المفروض يعني عشان تبني الكوخ ده محتاج اكتر يجي من 20 ساعة لوحده. فكرته بقى بالله، هو انا بلغت في الموضوع؟ طب انا نمت كتير؟ طب انا لما كنت في ناب التنين المتوهج كنت يا دوبك بنام 4 ساعات بس، شكلي كده صرفت من النوم، ولازم بقى واضح ان الساعتين اللي نمتهم زيادة اثروا عليا. بعد كده بقى لما بيخرجوا من الكوخ بنشوف ان كيرتو بياخدها للمكان المفروض انه لقى فيه الخام الجديد. كيرتو بقى بتقول له ثواني كده، انا مش شايفه ان في اي حاجه غريبه في المكان تدل ان في اصلا مواد خام. كيرتو بيقول لها فعلا انت عندك حق، ولكن لو بصينا لتضاريس الجبل بقى هيدل ان في ترسبات من المواد الخام موجوده في اسفل الجبل، بننبهها انها ما ينفعش انها تحفر اكتر من 50. عشان كده بيقرر بقى انه يسيبها تنقب في المكان ده لوحدها، ويروح بقى يكمل تنقيب في المكان اللي دور فيه امبارح ولقى فيه الالماسه الكبيره. بيمر بقى عليهم اليوم بالكامل. بنشوف انهم بيشتغلوا بجهد واجتهاد لغايه ما بنشوف ان شيرتو بتكون في قمه الانشراح لانها اخيرا لقيت واحده من البلورات السحريه، وبتكون بقى متحمسه انها تروح تبيعها لانها مفكره ان البلوره دي ممكن تجيب لها اكثر من 3 عملات ذهبيه. طلبت من كيرتو انه يحولها لبلوره سحريه، فاكيد هيحصلوا على مبلغ كبير جدا من وراها، لكن بترجع وبتقرر انها تشيل الفكره دي من دماغها خالص لانها ما بتكونش عايزه تستغل شخص طيب زي ده. بعد كده بقى بتبدا ما تتمشى في الغابه عشان تروح للمكان اللي مفروض كيرتو يكون موجود هناك. بقى عماله تتساءل مع نفسها يا ترى كيرتو عمل ايه بالظبط، وبتكون بقى متاكده ان على الاقل كيرتو بيكون عمل لنفسه نفق تعدي. ولما بقى بتوصل للمكان الخاص بكيرتو وظنها بيكون في محله لانها فعلا بتلاقي النفق اللي بيكون عمله كيرتو. ولما بتدخل وبتبدا بقى تتمشى فيه بتكون متفاجئه ان مصدر الضوء بيكون متواجد في كل مكان بفضل الطحالب السحريه. كده مش هيحتاجوا لاي مصدر ضوء اصلا. تقول ايوه نعم، انا كنت متوقعه انه يعمل حاجه شبه كده ولكن مش بالضخامه دي. نبدا بقى تصحيح شويه زي الفل لغايه ما بنشوف ان كيرتو بيكون واصل لعندها. يقول لها يستي على فكره انا اصلا كنت كده ناوي اني ارجع لك. قلت له بص انا عايز اسالك بس انا خايفه من الاجابه، هي ايه النتائج اللي انت وصلت لها بالظبط؟ كيرتو بقى بيبدا انه يعتذر لها لان كل اللي بيكون قدر يعمله هو انه يجمع شويه صخر ملوش اي 3 لازمه. اللي قدر يعمله يا دوبك انه قدر يجمع شويه شظايا من المواد الخام اللي هو بيكون عاوز يجمعها. كده بقى بنشوف انه بيشيل الصخور دي وبيحطها في صندوق كبير، وهي بتساله هي دي الصخور اللي انت بتتكلم عليها اللي ملهاش اي 3 لازمه؟ بيقول لها مظبوط. وهي بقى بتكون مستغربه بتقول ازاي الصخور دي ملهاش اي قيمه مع ان شكلها بيكون جميل. بيقول على ما اظن مثلا ان انا جمعت منها كميه كبيره ملهاش اي قيمه. غالب الصخور دي بتسمى باسم خام الميثل. لما بتسمع الكلام ده منه وبتكون مصدومه بتقول له ثواني كده، اللي انت قلته ده اسمه الميثل؟ بقى بيقول لها مظبوط، الخام ده موجود كتير جدا في القريه بتاعتي لدرجه ان احنا بنتخلص منه باي طريقه. بتقول لنفسها هو الواد ده متخلف ولا معتوه، هو ما يعرفش ان خام الميثل ده بيكون اكثر قيمه من الذهب، وكل ده كمان عايز يتخلص منه بكل البساطه دي. بقى لها ثواني كده، هو انت ليه مش منبهر بيه؟ هو زايد قيمته عندكم ولا ايه؟ الدنيا نفسها اكيد طبعا خام الميثل ده بيكون نادر جدا ومش اي حد يقدر يحصل عليه في جميع انحاء العالم. اصلا بيكون عندها في دول هو بيكون عمال بيدور على ايه. وبتبدا بقى تساله
هو إيه الخام اللي أنت بتدور عليه يا معلم؟ بقى بيرد عليها وبيقول لها خام الكرمرولي. بتقول له ثواني كده، الخام اللي أنت بتدور عليه هو الخام الأسطوري اللي مفيش أي حد في الدنيا قادر يحصل عليه ولا مرة. فبتقرب منه وبتشوف الشظية اللي في إيده وبتكون منبهرة جدا من جمالها. يقول لها يا ستي، هو أنت ليه مكبرة الموضوع؟ على فكرة المعدن ده تقدري تلاقيه في أي مكان. بقى بتتعصب. فكرة ذلك المعدن كما قال أنه يمكن إيجاده في أي مكان تقريبا، غير الفتاة انفعلت كثيرا وقالت له بعصبية ما الذي تقوله؟ هذا مستحيل. لكنه أجابها بهدوء أنت فقط تضخمين الأمر. بعد الفجر أستطيع جمع ما يقرب من 7 كيلوغرامات من أي أرض تقريبا. توقفت فجأة وقالت انتظر لحظة، هل أفهم منك أنك حفرت في هذا الجبل لمسافة تقارب 7 كيلومترات؟ قال لها مبتسما نعم هذا صحيح، وقد وضعت أعمدة خشبية في كل مكان داخل النفق، وأنجزت كل ذلك فيما لا يزيد عن 8 ساعات. نظرت إليه مذهولة وقالت إن فعلت شيئا آخر بعد هذا فلن أندهش. ومع غروب الشمس رأوا ضوء الشمس يخترق النفق، وما إن رأته حتى انبهرت بشدة من مدى دقة ومهارة بناء النفق. ومع مرور يومين نعلم أنه مهمة التعديل، وأصبح النفق وسيلة سهلة للتنقل بين المملكة والمدينة، مما وفر عليهم الكثير من الوقت وخاصة للتجار. أما عن الضرائب فقد استطاعت شرطه جمع مبلغ كاف لتسديد كل ما عليهم، وكان المفروض أن تخلق من خلفه ثروة وطنية. ثم ننتقل إلى صديقنا كيرتو الذي كان على وشك العودة إلى النقابة، ولكن قبل دخوله نادته فتاة كيرتو. ما إن سمع صوتها حتى تعرف عليها فورا، إنها باندا التي كانت معه في الفريق السابق. قال لها مازحا هل جئت لتعيدين إلى فريق التنين المتوهج؟ لكنها ردت الموضوع مختلف تماما، لقد تركت الفريق. بدأت تسرد له ما حدث وكيف أن قائدهم لم يكن يرضى بأي طعام يقدم له حتى في أفخم المطاعم. وبينما هو في أحد الأزقة سألها إن كان ما يزال هناك بعض الطعام الذي أعده قبل رحيله، لكنها أخبرته أن كل شيء قد نفد فقد أكلته كله، مما جعله يغضب ويأمرها بإحضار كيرتو ليطهو لهم مجددا. فقالت له بسيطة جدا، وفجأة مرت بجانبه كالعاصفة، فقد كان عليها أن تستعيد بلورة الانتقال الآني منه قبل أن يغادر. رأينا بعدها الحراس يبدأون بالبحث عن القائد، مما جعل باندا في غاية التوتر لأنها كانت متأكدة من أنها ستسجن. وهكذا أصبح من المؤكد تفكيك فريق النابي التنين المتوهج. نعود الآن إلى الوقت الحاضر، حيث رأينا باندا تحاول إخفاء الحقيقة عن كيرتو، فلم تخبره بأنها طردت من الفريق إذ لم تكن ترغب في التورط في أي مشاكل. أما كيرتو فقد بدا حزينا عليها، فقد كانت شريكة له في فريق التنين المتوهج وكان يتمنى العودة لذلك الفريق يوما ما. قالت له يا صديقي لماذا تصر على العودة إلى ذلك الفريق؟ فأخبرها أنه مدين بالكثير لغون ويحترمه كثيرا. ضحكت ضحكة خبيثة ويبدو أنها كانت تنوي استغلال كيرتو، فقالت بما أنك ذاهب إلى النقابة فلا شك أنك تبحث عن عمل، أليس كذلك؟ قال بالضبط. قالت له حسنا، أعرف ورشة عمل تعاني من نقص في الأعمال، ما رأيك أن تذهب وتساعدهم؟ تردد كيرتو وسألها هل تظنين أني سأكون مفيدا لهم رغم أن هناك 15 حرفيا يعملون هناك؟ اقتربت منه وقالت فقط ثق بنفسك، ثم أعطته خريطة لتساعده في الوصول إلى المكان. غادر لكنها كانت تعرف كل شيء عنه، لم يكن شخصا عاديا بل كان متدربا تحت يد الحكيم العظيم. الورشة التي حدثته عنها كانت متخصصا في صناعة الأسلحة والأدوات السحرية التي تباع بأسعار باهظة. أما المسؤول عنها فهو شخص يحمل تصريحا مباشرا من العائلة الملكية ويعرف بلقب معلم الحرفيين ويملك الحق في التطوير والتوزيع. كيرتو تفاجأ بكل ما قرأه في الورقة، وعندما وصل إلى المكان لاحظ أنه بدا كمنزل عادي جدا. طرق الباب وفتحت له فتاة صغيرة من الإلف مما أثار دهشته وقال هل هذه هي معلمة الحرفيين؟ لكنها ردت لا، أنا فقط مساعدتها واسمي ميشيل. أخبرها كيرتو أنه جاء بتوصية من باندا، وما إن سمعت ذلك حتى أظهرت سعادتها الشديدة وسحبته من يده إلى داخل المنزل. وصلنا إلى المطبخ وكانت رائحته لا تحتمل، فاعتذرت منه وقالت أرجوك ساعدنا في تنظيف هذا المكان، لم ينظف منذ ما يقرب من 3 أسابيع. أدرك كيرتو أنه جاء ليقوم بالأعمال المنزلية وليس للعمل في الورشة، وبينما كان واقفا ناداه أحدهم فاعتذرت ميشيل وغادرت. بدأ كيرتو يستأنف العمل، وخلال نصف ساعة فقط أعاد ترتيب المطبخ وكأنه جديد، ثم بدأ يتساءل ماذا علي أن أفعل الآن؟ فذهب باتجاه الغرفة التي ظن أن ميشيل دخلتها وطرق الباب. سمحت له بالدخول، وكانت المفاجأة أنه رأى فتاة ذات شعر طويل ما إن رأته حتى استغربت من وجوده. اعتذر لها وقال أنا آسف، إنه أول يوم لي هنا.
فقالت له: فهمت، إن كنت تبحث عن إيفيليا فهي في الطابق السفلي. شكرها، لكنه لاحظ علامة غريبة على بطنها. سألها عنها فقالت إنها لعنة أصيبت بها. اقترب منها وأراد فحص اللعنة بعينيه وسمحت له بلمسها. لاحظ أنها لا تشعر بأي ألم، مما يعني أن اللعنة انتشرت في جسدها لدرجة أفسدت أعضائها الداخلية. فكر: هل يمكنني إعداد طعام معين يساعدها؟ وما إن فكر في الأمر حتى بدأت بطنها تصدر أصوات الجوع، فشعرت الفتاة بالإحراج. أما كيرتو فشعر بالفرح لأنها لا تزال تملك شهية، وقال: سأعد لك وجبة خفيفة. عاد إلى المطبخ، وهناك أدرك فجأة أنه كان يتحدث مع فتاة عارية تقريبا. سقط أرضا من شدة الصدمة. لكن دعونا نتركه الآن ونذهب إلى المغامرة الأخرى. نرى الآن شيل وهي تقف مع التاجرة وتسألها عن ثمن البضاعة. أجابت التاجرة: في الغالب تساوي حوالي 50,000 عملة ذهبية. هذا المبلغ يشمل الميثل والأحجار الكريمة التي جمعها كيرتو. وأخيرا نكتشف أن التاجرة تدعى ميميكو. بدأت تسألها: ما الذي سيحدث إن انتشرت هذه الأخبار في المملكة؟ قالت ميميكو: إن كان محظوظا فسيتم اختطافه، لكن في أغلب الظن سيتم اغتياله. تساءلت شيل بدهشة: كيف لشخص مثله أن يظل مختبئا كل هذا الوقت؟ أخبرتها شيرت: فعلا ذلك الفتى تم طرده من فريقنا بالتنين المتوهج مؤخرا، رغم أن قائد الفريق نفسه بات الآن مطلوبا. ثم سألتها: وماذا تنوين فعله معه؟ أجابت: آمل أن يصبح أحد معلمي الحرفيين. حينها سأحاول إقناعه بأن أكون حارسته الشخصية. ثم أردفت: لكن السؤال الحقيقي، كيف سأقنعه بقبول المنصب رغم أنه لا يدرك قيمته الحقيقية حتى الآن؟ وفي الختام نعود إلى كيرتو الذي بدأ يعد وجبة خفيفة، لكن فجأة يظهر صاحبه. وجبة خفيفة، لكن فجأة نرى أن صاحبة المنزل تدخل عليه، وميشي التي تكون معه. الاثنان يقفان مذهولين، فلم يكن يخطر ببالهما أن هذا المطبخ قد يصبح بهذا القدر من النظافة. يبدأ كيرتو بالكلام مع هذه السيدة ويسألها: هل أنت أوفيليا؟ ما الأمر؟ فترد عليه: نعم، هذا صحيح. ونرى أن كيرتو يبدأ بالاعتذار منها لأنه استخدم المطبخ من دون إذنها. تنظر إلى الطعام الذي أعده فتجده قد طبخ حساء، فتسأله: لمن أعددته تحديدا؟ فيرد: لا أحد سوى الفتاة الموجودة في الغرفة هناك. شعرت بأنها قد تكون جائعة وعلى الأغلب ستشربه. تقترب أوفيليا منه وتقول له: انظر، لا يصح أن تتحدث مع أي أحد عن هذه الفتاة مجددا. فيعدها بأنه لن ينطق بكلمة عنها. بعد أن ينتهي كيرتو من كل ما عليه يسألها: هل علي أن أفعل شيئا آخر؟ فتجيب: ما قمت به اليوم كاف تماما. وتطلب منه أن يعود في اليوم التالي في نفس الموعد. عندما يرى المبلغ الذي أعطته له يفاجأ، إذ يعتبره مبلغا كبيرا بالنسبة له. فتقول له: بالطبع، لقد كنت تستحقه، فقد عملت بجد واجتهاد اليوم. بعد أن يغادر نرى أن فيليا تستغرب من نفسها، إذ سمحت لهذا الشخص بالرحيل رغم أنه كان على تواصل مع الفتاة التي في الداخل، لكنها تتغاضى عن الأمر. وفي اليوم التالي نرى أوفيليا تحمل الحساء نفسه الذي أعده كيرتو لتقدمه إلى تلك الفتاة، لكنها تحذرها من النظر من النافذة مجددا، لأن الأمر قد يصبح خطيرا جدا إن رآها أحد. وعندما تبدأ الفتاة بشم رائحة الطعام يظهر عليها الجوع الشديد، فتقول لها: أوفيليا، انتظري قليلا حتى أقدمه لك. لكنها ترد: لا داعي لذلك، أنا متأكدة أن هذا الفتى طيب ولن يؤذيني بشيء. رغم أنها لا تعرف من الذي ألقى عليها تلك اللعنة، فقد فقدت ثقة أي أحد، لكنها اليوم شعرت بشيء غريب، وكأنها تستطيع أن تثق بكيرتو حتى ولو لمرة واحدة فقط. حين تسمع فيليا هذا الكلام تتأثر كثيرا وتسمح لها بتناول الحساء كما تشاء. لكن عندما تبدأ ليزا، نعم هذا هو اسم الفتاة، بالأكل تشعر فجأة بشيء غريب يحدث في جسدها، تبدأ بالاختناق وتقع على الأرض. وهنا تلوم فيليا نفسها بشدة لأنها ترجح أن الحساء كانت مهما، فتقسم أنها حين ترى كيرتو مجددا ستقضي عليه دون تردد، ثم تترك ليزا مسرعة لتجلب ترياقا بأقصى سرعة ممكنة. لكنها تفاجأ حين تعود فتجد أن ليزا قد وقفت وكأن شيئا لم يحدث. وهنا يا صديقي تكمن الصدمة. حين تكشف ليزا عن جسدها نرى أن اللعنة قد اختفت تماما، مما يجعل أوفيليا في ذهول وحيرة، إذ من المستحيل أن يستطيع أحد إزالة تلك اللعنة بهذه السهولة، فقد بقيت في جسدها زمنا طويلا جدا وليس أي أحد قادر على إزالتها. ثم ينتقل المشهد إلى الشخص الذي ألقى اللعنة، فنراه يعتذر أمام رجل آخر قائلا إنه لا يكن يتخيل يوما أن اللعنة التي ألقاها على هذه الفتاة قد تكسر. فيرد عليه الآخر: لا داعي لهذا الكلام الآن، لقد قررت أن أتبع أسلوبا جديدا، وفي جميع الأحوال يجب أن تموت ليزا في أسرع وقت ممكن. وفي نهاية اليوم ننتقل إلى متجر ميمكو
ونرى أن فيليا قد وصلت إليهم، مما يفاجئ الجميع لأنها جاءت بنفسها إلى مكان كهذا. وهناك نعرف أن أوفيليا تنوي الحديث في موضوع مهم، وتقول إن شيرتو شخص موثوق به ويمكنها الحديث أمامه دون قلق. وهنا تبدأ الفتاة التي بجانبها بكشف هويتها وما إن يرونها حتى يركع الاثنان أمامها في احترام. ونتبين أن ليزا لم تكن سوى الأميرة الثالثة للمملكة. الدهشة تعلو وجوههم إذ كانوا يظنون أن الأميرة ليزا مريضة جدا، وكان من المفترض أنها طريحة الفراش، لكن من الواضح أنها بصحة ممتازة. تبدأ فيليا بشرح ما جرى وتخبرهم أن ليزا لم تكن مريضة كما قيل، بل كانت تحت تأثير لعنة شديدة القوة. على الأغلب كانت محاولة للتخلص منها عمدا. ونعرف كذلك أن ليزا هي الابنة الوحيدة المتبقية للعائلة الملكية، فإخوتها الذين ولدوا قبلها قد ماتوا جميعا في ظروف غامضة. اتضح أن هناك من يسعى لتحطيم العائلة الملكية بأي ثمن، وتشرح لهم أن كل ما يحدث الآن بدأ بعد انتهاء الحرب بين المملكة ومدن الشمال. وهنا تأكدت أن من ألقى هذه اللعنة يسعى لإشعال الصراع مجددا. نرى ميمكو تقترب من ليزا وتطمئن عليها، فقد كانت صديقتها منذ الطفولة، وتسألها بقلق: هل كانت اللعنة عليك فعلا بهذه القوة؟ لا أصدق أنك استطعت كسرها. فتجيبها ليزا بأن هناك شخصا معينا ساعدها على ذلك واسمه تو. بمجرد ما يسمع الاثنان اسم كيرتو ترتسم ملامح الدهشة على وجهيهما. ثم وبينما يجلسون سويا تقول ميمكو: انتظري لحظة، دعيني أفهم. كيرتو عندما جاء إليك صنع لك حساء وشربته وفكت عنك اللعنة، صحيح؟ فتجيبها ليزا: تماما. فتتمتم ميمكو في نفسها بدهشة: يا للعجب، تركتك لساعات قليلة، ما الذي فعلته تحديدا؟ تقول لهم ليزا: أظن أن الشخص الذي ألقى هذه اللعنة لابد أن يكون على صلة بأحد الأشخاص أو يتعامل مع اللعنات بنفسه، بل أعتقد أن له علاقة مباشرة بالقصر الملكي. وبناء على كل ذلك تقترح ليزا أن هناك 3 أشخاص ينبغي الشك فيهم. أولهم سانفو، الجنرال الأول لقوات الاستطلاع. الثاني أني مول الملكية. الثاني مونولف، المسؤول عن الكنيسة. أما الثالث فهي أسدرا، الزوجة الثالثة لجلالة الملك. وتضيف ليزا: أعتقد أن تيرسن لديه القدرة على استخدام أتباعه للتلاعب بهم حتى يتمكن من الوصول إلى غرفة ليزا، كما أن زوجة الملك قادرة على التجول في القصر بحرية، مما يتيح لها فرصة التلاعب بالمكان كما تشاء. لكن سنوفا تقول لها: أنت على حق، فذلك الشخص له صلة قويا بنقابة اللصوص، ولديهم خبرا واسعة في جمع المعلومات، وعلى الأغلب لديهم أشخاص داخل القصر الملكي. تضيف ليزا: من الواضح أن الأمر سيكون معقدا جدا لنحدد من هو الفاعل الحقيقي، ولذلك لا بد من نصب بعض الفخاخ. يبدون متفاجئين ولا يفهمون تماما ما تقصده. فتبدأ بشرح خطتها قائلة: اسمعوا، ليس الآن قد احتفلت بعيد ميلادها ال15 وأصبحت بالغة حسب التقاليد، وطبقا لتلك التقاليد يجب أن تتدرب لمدة عام وتتابع. أول ما يجب علينا فعله هو إنشاء ورشة للفنانين، ولكن هذه الورشة ستكون وهمية وليزا ستتولى الإشراف عليها. في اليوم التالي كانت ليزا قد بدأت تدريباتها داخل المقهى الذي تم اختياره خصيصا ليكون ورشة وهمية تمارس فيها التدريبات بحريا دون أن تثير الشبهات. الخطة كانت واضحة: إذا كان الجاني يتربص بالأميرة ليزا بالفعل، فسيسعى لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عنها. أوفيليا أوضحت للجميع الأمر، فإذا كان هذا الشخص موجودا داخل القصر الملكي سيتمكن من جمع المعلومات بسرعة فائقة، أما إن لم يكن فسيحتاج إلى وقت طويل ليصل إلى ما يريد. ومن أجل إنجاح هذه الخطة كان لابد من تدريب الشوس تدريبا مكثفا ليتم الاعتراف به كمعلم حرفي رسمي. عندها أخرجت ميمكو حجرا سحريا يدعى مافوليا وقدمته لأوفيليا التي أمسكت به بدهشة وبدأت تفحصه بانبهار شديد، ثم تساءلت عن مصدره. أجابتها شوس قائلة: كيرتو هو من صنعه، لتصدم أوفيليا وتغمرها مشاعر الذهول، بينما صديقتها العفوية لم تخف فرحتها العارمة. في اليوم التالي توجه كيرتو إلى الورشة ليجدها مغلقة، وبينما كان واقفا أمامها ظهرت ميشيل وأخبرته أن المعلمة أوفيليا قد خرجت مع ليزا منذ فترة ولم تعد، وأن لا معلومات لديهن عنهما حتى الآن. تفهم كيرتو الموقف واستعد للرحيل، وقد بدت عليه علامات الإحباط، فبدأ يتساءل في نفسه: هل أخطأت في شيء البارحة؟ هل غضبتهم؟ لكنه لم يتلفظ بكلمة واحدة. قرر الذهاب لتناول الإفطار في أحد المطاعم، وهناك لمح مجموعة من المغامرين يتشاجرون بصوت مرتفع. كان واضحا أنهم في ورطة، فحامل الأمتعة الخاص بهم قد أصيب، والطبيب أوصى بأن يرتاح أسبوعا كاملا ولا يستطيعون تحمل تكاليف إلغاء المهمة، كما لا يملكون الوقت الكافي لإيجاد بديل. استمع كيرتو لما يدور وتقدم إليهم قائلا:
إن كنتم تبحثون عن حامل لأمتعتكم فأظن أنني الشخص المناسب. صحيح أنني سيء في القتال، لكنني واثق أنني سأكون مفيدا جدا في حمل الأغراض. نظرت إليه الفتاة بازدراء وقالت: سعلوك مثلك لا يليق به أن يقلل من شأن المغامرين. ثم إنك لن تتحمل متطلبات الحامل، فالغول الواحد الذي نصطاده يزن أكثر من 100 كيلوغرام. وهنا صفعها المحارب الضخم بخفة على رأسها وقال لها: اسكتي، الله يبارك لك. ثم التفت إلى كيرتو معتذرا. لا تأخذ كلامها على محمل الجد، فهي فظا بطبعها، لكن لديها نقطة: نحن بحاجة لمن يقدر على حمل 100 كيلوغرام، فهل تستطيع؟ ابتسم كيرتو بثقة وقال: 200 فقط؟ بسيطة. ثم اقترب من أحدهم وحمله على كتفيه، ثم فعل الأمر ذاته مع الآخر، غير عابئ بما يقولونه، وأذهل الجميع بقوته البدنية. تصفيق حار عم المكان وقرروا ضمه إلى الفريق. عرفوه بأنفسهم: المحارب الضخم يدعى كنسل، مختص بالأسلحة الثقيلة. الآخر دينزو، ساموراي وقائد الفريق. أما الفتاة فهي سينا، الحارسة الرسمية. شعر كيرتو بسعادة غامرة، لقد أصبح أخيرا جزءا من فريق، وكان ممتنا لهم رغم أنهم أخبروه بأنه مجرد حامل مؤقت ريثما يعود الأساسي من مرضه. لاحقا انطلق الفريق في رحلتهم متوجهين نحو أحد الكهوف، وبينما كانوا يشقون طريقهم عبر الغابة تعثر كيرتو بسلايم وعلقت قدمه فيه. صاحت سينا: استرجل، اكسر نواته وستتغلب عليه. تشجع كيرتو وأخرج خنجره، لكنه جرح نفسه بالخطأ، فأخذت منه سينا السلاح وأنهت أمر السلايم بضربة واحدة. قالت له مازحة: صحيح أنك ضعيف في القتال، لكن لم أتوقع أنك عاجز أمام السلايم. ضحكوا جميعا، بينما كان كيرتو يشعر بالدهشة. لم يغضبوا منه أو يسخروا كما اعتاد في فريقه السابق، بل طمأنوه وطلبوا منه أن يبقى آمنا ويجمع الأغراض المهمة فقط. هنا أغرقت عينا كيرتو بالدموع وقال: أنا بخير، فقط أنتم طيبون أكثر من اللازم. وهكذا واصلوا طريقهم حتى دخلوا الكهف، وتركوه في الصفوف الخلفية تحسبا لأي خطر. أخرجت سينا مصباحا سحريا ونشرت الضوء ليتمكنوا من الرؤية. أما كيرتو فواصل السير حتى لمح شيئا غريبا. سألته: تعرف ما هذا؟ هذا براز عفاريت. فصدم وسأل: هل يعني ذلك أن الكهف مليء بالعفاريت؟ أجابته: بلى، وهذا أمر ممتاز، لأنهم على ما يبدو ما زالوا. راح المحارب ينظر إلى كيرتو وقد ارتسم القلق على وجهه، فقال له مطمئنا: لا تقلق يا رجل، ما زال بإمكاننا القضاء على كل هذه العفاريت بسهولة. لكن انتبه، إن واجهنا عددا كبيرا منهم، فعلينا الانسحاب فورا. ومع تعمقهم أكثر في الكهف، إذا بهم يتفاجؤون بتحول المكان إلى شيء يشبه الأطلال القديمة. وبينما كانوا يتقدمون لمح كيرتو أمرا غريبا على الجدار، غير أن تفكيره قطع بصيحات تلك الفتاة التي كانت تصرخ بأن هناك عفريتا أمامهم، لكنه لم يتمكن من مهاجمتهم، إذ سرعان ما غرست خنجرها في جسده. أما الساموراي فقد اندفع في قتال عنيف، بينما احتشد الفريق حول جثة العفريت، وراحوا يتخوفون من أن يكون قد نادى على رفاقه. ولم تمض لحظات حتى بدأوا يسمعون أصواتا قادمة من الجبال، مما أرعبهم، إذ بدا جليا أن هناك مستعمرة كاملة للعفاريت بالقرب منهم، بل ومن خلفهم أيضا، فأصبحوا محاصرين. قالت الفتاة بصوت مرتجف: نحن لا نملك أي فرصة أمامهم. لكن كيرتو قاطعها قائلا: هناك ممر سري أمامي، دعوني أفتحه. فتح الممر، ورغم ترددهم لم يكن أمامهم خيار سوى الدخول. ما إن دخل كيرتو حتى لحقته سينا، وفجأة أغلقت الباب خلفهم تاركة البقية في الخارج. صاح المحارب قائلا: لا سبيل للخروج من هنا، مهمتك الآن أن تجد المخرج، أما نحن فسنقاتل ونؤخرهم قدر المستطاع. لكن كيرتو رفض أن يتركهم، فأجابته سينا بنفاذ الصبر: أأنت مجنون؟ أنت لم تستطع هزيمة سلايم، فكيف ستقاتل جوبلين؟ وجودك سيكون عبئا فقط. ففهم كيرتو كلامها، لا سيما حين رأى حرصها على القتال إلى جانب أخيها حتى النهاية. اقترب المحارب من كيرتو وقال له: لا تتشاجر معها، فقط اعتني بها قدر المستطاع. ثم التفت إلى الساموراي وقال له بحزم: أنت نادم؟ فرد الأخير: على العكس، الموت في سبيل حماية الأصدقاء شرف عظيم. تأثر كيرتو كثيرا بكلامهما، إذ أدرك حينها أنهم اعتبروه صديقا بحق، لكن الفتاة الصغيرة طمأنته قائلة: أنا واثقة أن أخي والساموراي سينجون، علينا أن نتحرك الآن. قامت بنشر فطر مضيء حول المكان، وما إن أضاءت الغرفة حتى اتضح أنها غرفة خاصة بتنين حديدي عملاق. نتركهما الآن ونعود إلى المدينة. في المدينة كانت أوشيليا ترافق ليزا إلى منزل كيرتو، وأوصتها قائلة: أهم شيء لا تخبريه أنك أميرة. فردت ليزا: أكيد، أنا أمام كيرتو مجرد فتاة عادية، ومن الآن ناديني ليزا فقط. فقالت أوشيليا: تمام، وأنت ناديني أوشيليا فقط.
صعدوا إلى غرفة كيرتو فلم يجدوه، فأخبرتهم فتاة هناك: إذا كنتم تبحثون عن كيرتو فهو في الكهف الشمالي، انضم لمهمة مع حزب ساكور. خرجوا لكنهم لم يجدوا الفتاة التي تحدثت معهم، فقالت أوشيليا لنفسها: كيرتو في الكهف الشمالي؟ قد يكون فخا، لا بد أن نحذره. طلبت من ليزا أن تنتظر، لكن الأخيرة رفضت قائلة: ما ينفعش أسيب اللي بأحرسه في مكان زي ده. فاتفقوا أن تذهب معا على أن تبقى ليزا إلى جوارها. وصلت الكهف فلاحظت الضوء ينبعث من الطحالب وآثار أقدام كيرتو واضحة. تابعت ليزا الأثر حتى اختفى، فاستخدمت إحدى مهاراتها السحرية لتعزيز حواسها، واقتربت من أحد الجدران قائلة: كيرتو خلف هذا الجدار. أثار هذا استغراب أوشيليا التي ظنت أن بينهما علاقة، لكن ليزا قاطعتها وقالت: هناك قتال قريب، سأذهب. أطلقت ليزا تعويذها لتعزيز قدرات أوشيليا القتالية، ثم انطلقت إلى الداخل لتجد المحارب والساموراي محاصرين بعشرات الجوبلين. انضمت إليهم وبدأت تقاتل. نعود الآن إلى كيرتو والفتاة. كانت محبطة، نادمة على قبول هذه المهمة. قالت له: لو رفضتها ما كان أحد سيموت. لكن كيرتو طمأنها: أنت مكبرة الموضوع، نقدر نهرب بسهولة، ولو خايفت من العفاريت أنا هأتعامل معهم. أخرج خنجره واقترب من أول عفريت، وما إن حاول العفريت مهاجمته بذيله حتى اختفى كيرتو من أمامه وظهر على ظهري وقطع ذيله بضربة واحدة. الفتاة جلست مبهورة، ثم هاجمه عفريت آخر فقفز على رقبته وفصلها بضربة واحدة. واحد تلو الآخر هزم كيرتو التنانين الحديدية العملاقة كما لو كان في لعبة، والفتاة تراقب غير مصدقة. هذا الطفل الذي لم يكن يستطيع هزيمة سلايم هزم التنانين بمفرده. هبط كيرتو على الأرض وقال: أعتقد أننا انتهينا. سألته: ماذا فعلت بالضبط؟ أجابها: قلت لك لا تكبري الأمور، أنا أستطيع التعامل معهم بسهولة. في تلك اللحظة وصلت أوشيليا، حطمت الباب السري ودخلت. ما إن رأتهم حتى اندهشت. الطفل الورع هذا هزم التنين الحديدي وحده وكلهم سقطوا بضربة واحدة. اقتربت من كيرتو لتطمئن عليه، فقال لها: أنا بخير، لكن الأهم أن تذهبي لمساعدة من ضحوا بأنفسهم لحمايتي أنا وهذه الفتاة. طمأنته أوشيليا قائلة: لا تقلق، هما بخير، أصيبا ببعض الخدوش فقط ولكنهما بخير. حمد كيرتو الله على سلامتهما. أما أوشيليا فتمتمت مع نفسها: لقد سمعت بأسطورة عن شخص يمتلك رتبة S في جميع المهارات القتالية، وكانت له موهبة نادرة، مهارة الحاصد. كان يستطيع استخدام خنجر برونزي لهزيمة التنانين الحديدية. لكن هل يمكن أن تكون هذه الأسطورة حقيقية؟ هل يمكن الكلام في أن يستطيع تحويل الجزء القزمي وديناميك الأسلوب؟ في لحظة تأمل دار التساؤل في أذهان البعض: هل يمكن لأسطورة التنانين الحديدية أن تكون حقيقية فعلا؟ في هذا الوقت كانت ليزا تقترب من كيرتو، ويبدو أنها معجبة به كثيرا، إذ قالت له بإعجاب: ما فعلته كان عظيما بحق. اجتمع الفريق بأكمله، وبدأت أوشيليا في التحدث مع القائد تسأله: كيف استطعتم الوصول إلى هذا المكان رغم أن عدد العفاريت في المنطقة كبير جدا؟ فأجابها القائد بأسف: للأسف لم تكن لدينا أي معلومة تشير إلى أن بعض العفاريت هربت إلى هنا. بدأ عليه الحزن وكأنه يشعر بالذنب وأنه أصبح عبئا على الآخرين. هنا تدخل ساموراي وتحدث إلى أوشيليا قائلا: نحن ممتنون لك فعلا ومستعدون لفعل أي شيء لأننا مدينون لك بحياتنا. فأجابته بهدوء: انظروا، هذا ليس مهما بالنسبة لي الآن، لكن هناك بعض الأمور التي يجب أن نناقشها قبل عودتنا. اقتربت من كيرتو وقالت له: اسمع يا معلم، نحن قررنا أن ننشئ ورشة للفنانين قريبا، وسأعمل هناك كمغامرة وشخصية رئيسية، لذلك أريدك أن تنضم إلي وتعمل معي في الورشة. بدأ على كيرتو الاندهاش وقال: مهلا، أنا؟ فردت عليه بابتسامة: نعم طبعا، فقد سمعت أنك قمت بعمل رائع في بيت أوفيليا. فأجابها مترددا: لكنني أعمل حاليا مع فريق سكرو، ماذا أفعل الآن؟ وهنا قاطعه أحد أفراد الفريق قائلا: لا يمكنك تفويت هذا العرض أبدا، دعنا نحن وشأننا، يجب عليك قبول العرض فورا. بدأ الفريق بتشجيع كيرتو لأخذ الخطوة، ثم قالت لهم أوشيليا: بصراحة نحن نواجه نقصا شديدا في الأيدي العاملة لأن الورشة لا تزال جديدة، لذا سنحتاج إلى توظيف بعض المغامرين. ثم عرضت عليهم الانضمام إلى الورشة، فكان العرض مغريا للغاية وقبلوه جميعا دون تردد. كان كيرتو في قمة السعادة، وقرروا أن يقيموا حفلة كبيرة احتفالا بهذا القرار. وبعدها بدأ كيرتو بجمع أجزاء الوحوش والتنانين التي كان قد هزمها منذ قليل، واقتربت منه أوشيليا مجددا وقالت له: ما رأيك عندما نعود إلى المدينة أن تجري اختبار الموهبة؟ سيكون من الأفضل لك أن تعرف ما الموهبة التي تتميز بها. فأجابها في نفسه: هي محقة، فقد كنت أنوي فعل ذلك عندما يعود الفن المتخصص إلى نقابة المغامرين.
وبالفعل قرر أن يوافق. وفي نهاية اليوم وصلوا إلى مقر نقابة المغامرين، وهناك التقوى بفتاة تدعى ميمكو التي رحبت بكيرتو وأخبرته بأنها الساحرة الخاصة بالبلاط الملكي، وقد جاءت خصيصا لتحديد موهبته. اندهش كيرتو عندما علم بذلك، فقالت له: السيدة أوفيليا هي من أوسط بيك، فقد كانت منبهرة جدا بالبلورات السحرية التي صنعتها. بدأوا بالاستعداد لإجراء الاختبارات وتركناهم هناك، وفي ختام اليوم أقام الفريق حفلا كبيرا، وكانوا جميعا في قمة السعادة والمرح. وبينما كانوا يحتفلون تبين أنهم قرروا إخفاء الرتبة الحقيقية عن كيرتو، وأخبروه أنه ضمن رتبة التنظيف والطبخ والتعدين فقط. أما باقي الاختبارات فقد كان كيرتو يعلم مسبقا أنه سيكون ضمن هذه الرتبة، لكن في تلك اللحظة اقتربت ميمكو وبدأت حديثا خاصا تطلب فيه أن تخبرها بالرتبة الحقيقية التي ينتمي إليها كيرتو. بقى بتعرفها وإن فعلا النتيجة الحقيقية بتكون ما بين الرتبة جي والرتبة اس قدرات عندها تانية مش قادرين إن احنا نوصل لقياس معين، وفي الغالب هي تتخطى الرتبة تريبل اس بالنسبة للقوة السحرية بتاعتها اللي مقصدها لقيت إنها بتكون كبيرة جدا. وغالبا هي كمان في الرتبة تريبل اس هم يقدروا يوصلوا النتيجة كويسة جدا، وفي الغالب هم يقدروا يعينوا بكل أريحية كمعلم حرفيين سري. تعرف أوشيليا إنهم بيكونوا محظوظين جدا لأن الموهبة دي تكون وقعت تحت إيديهم. الأخبار دي لو كانت انتشرت في المدينة ففي الغالب ما كانوش عارفين النتيجة اللي كانت ممكن إنها تحصل، بس لما بيكونوا واقفين بنشوف إن في شخص بيكون وصل لعندهم وبيكون سمع كل كلامهم. أيوة، هي بقى بتكون مديحة. الاثنين دول بيستلموها وبيبدأوا إنهم يحفلوا عليها وبيحذروا إن ما ينفعش أي حد وأي مخلوق يعني الرتبة الحقيقية الخاصة بكيرتو إنها بتكون من تريبل اس. من هنا بقى يا صديقي بنشوف إن كيرتو وبقية الشلة بيكونوا راكبين عربية ومتجهين لمكان معين. كيرتو بقى بيكون منبهر بالعربية لأن دي تقريبا أول مرة يركبها. الشباب بيعرفوا إنهم بيكونوا قدروا يعملوا كل ده بفضل سلطة معلم الحرفيين أميرة ليزا. بتبدأ بقى تتكلم مع كيرتو وبتعرفوا إن المدينة اللي هم بيكونوا رايحين ليها ما فيهاش أحجار التنقل الآني، وعشان كده مش هيقدروا إنهم يوصلوا ليها غير بالعربية. نعم، إنها ممكن تكون بعيدة حبتين، لكن هي كانت في الأصل قاعدة عسكرية على حدود أرض الشياطين. وعلى الرغم من إن الأمير الحالي للإمبراطورية ما بيهتمش بالمدينة دي، ولكن المدينة بتكون صامدة بفضل المساعدات اللي هي بتاخدها من التحالفات اللي بتكون عاملاها. والساموراي ده بيعرفهم كمان إنهم أول ما يوصلوا هناك هيعتبروا أول فريق حرفي متكامل بيكون وصل لهناك، بقى اللي بيخلي فريق المغامرين دول إنهم بيكونوا مدينين، لأن دي حاجة ما كانوش يحلموا إنهم يوصلوا ليها في يوم من الأيام، وإن المفروض يكون معاهم دلوقتي معلم حرفيين. بنشوف إن المحارب ده بيبدأ بقى إنه يسأل أوشيليا عن هوية المعلم ده. طبعا اللي بيخلي أوشيليا إنها بتكون متوترة حبتين، لأنك زي ما أنت عارف يا صديقي إن معلم الحرفيين اللي بيكون معاهم هو بيكون كيرتو ذات نفسه، لدرجة إنها ما بتكونش عارفة ترد عليهم تقول لهم إيه بالظبط. لدرجة إن البنت دي بتبدأ بقى تشك في الموضوع. ظروف تعيينهم بالسرعة دي بتكون مريبة حبتين. بعد شوية وقت بنشوف إنهم بالفعل بيكونوا قدروا يوصلوا للمدينة، ولكن لما كيرتو بيشوف أسوار المدينة بيبدأ بقى إنه يحس بالحزن حبتين. أميرة ليزا بقى بتستغرب وتبدأ تسأله: هو أنت ليه يا ابني حزين مرة واحدة كده؟ بقى بيقول لها: مفيش، أصل أنا اشتغلت في أسوار المدينة دي وقعدت أصلح فيها قبل كده، لكن الموضوع ما كملش وتم طردي منها بعد 3 أيام بالظبط. الواضح يعني من ساعة ما سبتهم إنهم ما عملوش حاجة كبيرة من بعدي. مير بقى ليزا بتقول له: بقول لك إيه، كبر دماغك، يمكن هم شغالين بطريقة تانية غير الطريقة اللي أنت كنت شغال بيها. بعد شوية وقت يا صديقي بنشوف إنهم بيوصلوا لمكان واسع جدا، وأوشيليا بتبدأ بقى إنها ترحب بيهم، وتعرفوا إن من اللحظة دي هي دي تعتبر ورشتهم الفنية الجديدة. بيكونوا مستغربين جدا وبيقولوا لها: أنت متأكدة من اللي أنت بتقولي ده؟ المكان كله فاضي أصلا. فردت: فعلا كلامكم صح، إحنا المفروض نعمل إيه دلوقتي؟ قالت لهم: يا جدعان انتوا كلامك صحيح، نحن المفروض نعمل إيه دلوقتي؟ قلت لهم: يا جدعان انتم مكبرين الموضوع، كل اللي هنعمله دلوقتي اننا هنستني في الفندق لغايه ما الورشه تتبني. كده بقى بتبدا تتكلم مع كيرتو بتساله: هل انت عندك القدره يا معلم انك تبني الورشه دي بمفردك ولا ايه كلام؟ طبعا اول ما بيسمعوا الكلام ده بيكونوا مصدومين ان كيرتو هيعمل ده كله لوحده. بيفهم الرايه وبيبدا يتكلم بيقول: امسكي العقل، الله يبارك لك،
أنا ممكن أبني بيت في يوم واحد، ولكن مش لدرجة إني أبني ورشة في يوم. تمرين بيقول أيوة، هو ده الكلام المظبوط. مستحيل أصلا أي حد يقدر يعمل كده في يوم واحد. بالنسبة لكيرتو بيكذبني، وأتكلم مع أولاشيا بقول لها أنت تديني 3 أيام وأعمل لك كل اللي أنت عاوزاه. قربت من أولاشيا وقالت له خلاص يا معلم، خد الوقت اللي أنت عاوزه، 3 أيام 4 أيام اللي يريحك. ولو المواد اللي بتستعملها دي خلصت ما تترددش ولا لحظة إنك تطلب مواد جديدة. طالما كده قالت له خد الورقة دي، وبيبدأ يكتب لها كل طلباته فيها وبيديها لها وبيقول لها ممتن ليكي جدا لو جبتي كل حاجة أنا كاتبها لك في الورقة دي وتحطي ليها الأولوية القصوى. بالنسبة للحاجات اللي كيرتو كان طالبها، أول حاجة اسمها جامش، وكمان الياقوت الأزرق، وحاجة اسمها ريش الغريفون. قالت له كده على ما أظن أقدر أوفر لك كل حاجة أنت طلبتها في خلال يومين. أما البنت دي فبتكون شكاكة جدا، قالت لهم إيه يا جدعان اللي أنتوا بتقولوه ده؟ عبط؟ وطبعا الشاية كانت ملاحظة كل تعبيراتها، عشان كده بدأت تتكلم مع الكل. يلا كده بينا، بربطت المعلم نروح على الفندق ونسيب كيرتو يشتغل لوحده. لكن قبل ما تمشي بدأت تتكلم مع كيرتو، بتقول له بص كده، ايه الورق، لازم تتأكد انك تاخد قسطا من الراحة وكمان تتغدي وتستعشر. بعد شوية بنشوف انهم سابوا كيرتو وراحوا للفندق، وبعد كده بنشوف انشيا بدأت تجمعهم علشان تعرفهم مين كيرتو بالظبط، وكمان مين البنت الغريبة اللي ظهرت فجأة ولازقة في كيرتو في كل حتة. ليشا هنا بدأت تهديهم وبتقول لهم أول حاجة لازم نبدأ بنفسنا. كده بقى بتطلع القلادة الملكية وبتقول لهم إنها كانت شغالة في يوم من الأيام تحت أمرة العائلة الملكية. أما ليزا اللي كانت قاعدة قدامهم قامت وعرفت عن نفسها وقالت إن اسمها ليزا هوروموست. بعد كده طلعت الخنجر بتاعها اللي عليه شعار المملكة واعترفت أخيرا بالحقيقة إنها بتكون الأميرة الثالثة. وطبعا الكل كان في أمة الاندهاش، لأن دي فعلا كانت ردة الفعل الطبيعية لأي شخص. بتكمل كلامها وبتقول لهم إنها اضطرت تخفي هويتها الحقيقية، وبتطلب منهم إنهم يتعاملوا معاها عادي، وبتسألهم يعني كيرتو اللي بره ده يعتبر واحد من العائلة الملكية؟ قالت لها أكيد لا، ولا حتى واحد من النبلاء. إحنا لحد اللحظة دي ما نعرفش هويته الحقيقية. اللي نعرفه عنه إن مهاراته القتالية بتكون من الرتبة جي، وهي أقل رتبة، لكن باقي المهارات غير القتالية كلها بتكون في الرتبة تريبل اس. أول ما بيسمعوا الكلام ده بيكونوا مصدومين، لأن الرتبة دي أصلا أسطورية لدرجة إن الناس كانت بدأت تشك إنها موجودة أصلا. وده بيفسر لهم إزاي كيرتو قدر يهزم فريق التنين الحديدي بكل سهولة. الشاية بتكمل وبتقول إن كيرتو لحد اللحظة دي ما يعرفش باقي الرتب الحقيقية الخاصة بيه، وإنهم قرروا يخفوا عنه الحقيقة. وقالت عرفنا إن رتبته بتكون ما بين رتبة جي أو بي، وبتصارحهم المعلم الحرفي الجديد هو كيرتو بذات نفسه، لكن ده سر بيننا ما ينفعش أي حد يعرفه. أنت بقى بتتعصب وبتبدأ تسأل طب ليه خافين الحقيقة عن كيرتو؟ ما أنتم ممكن تروحوا تقولوا له على طول. عرفوها إنهم لو دلوقتي راحوا لكيرتو وقالوا له الحقيقة هو نفسه مش هيصدق، ولو الموضوع انتشر أكيد في ناس هتحاول تقرب من كيرتو علشان تستغل قدراته. لكن البنت دي كانت متعصبة جدا وقالت لهم طب ما انت دلوقتي عمالة تستغليه. وهنا دانزو أخوها الكبير بدأ يهديها وقال لها أكيد هم ليهم أسبابهم. وبعد كده الأميرة ليزا كملت كلامها وقالت إنها كانت مصابة باللعنة، ولكن كيرتو قدر يكسر اللعنة اللي كانت محطوطة عليها. كده الشاية عرفتهم الحقيقة وقالت إن في حد دلوقتي بيخطط يقتل الأميرة، وعشان كده قرروا يختاروا المدينة دي لأنها بعيدة ويبنوا فيها الورشة علشان يقدروا يكتشفوا هوية العدو. وبتسألهم طب كيرتو يعرف حاجة عن الموضوع ده؟ الأميرة طمنتها وقالت إن كيرتو ما يعرفش أي حاجة ولا حتى يعرف هويتها الحقيقية. اللي حصل إنه أول ما عرف إنها مصابة باللعنة قرر يساعدها من غير أي مقابل، لأنه شخص نقي وطيب وبيتأثر باللي حواليه. فعشان كده إنشيا قررت إنها تاخد على عاتقها مهمة حماية كيرتو من أي متطفل. وبتشوف إن الأميرة ليزا بتطلب منهم مش كأميرة، لا كصديقة كيرتو، إنهم لازم يحافظوا على السر ده. ساموراء بيبدأ يتكلم وبيقول أيوة الفرسان لازم يطيعوا أفراد العائلة الملكية، لكن إحنا مغامرين وما عندناش القوانين دي. لكن إحنا خاطرنا بحياتنا مع كيرتو، وده يعتبر واحد من أصدقائنا ولازم نحميه. واحدة من البنات قالت جدعان اللي انتوا بتقولوا ده، إحنا لسه عارفين هذا الولد يا دوبك من كام يوم، إحنا أصلا ما نعرفش عنه أي حاجة. شاشة بتتكلم مع سين
وبتقول لها بصي أنا حاسة بنفس الشعور اللي أنتي حاسة بيه. قالت لها أنتي عبيطة؟ إيه اللي أنتي بتقولي ده؟ وهي بتعرفها إنها أصلا ما تعرفش كيرتو غير من 6 أيام بس. لما تسمع الكلام ده بتكون متوترة جدا وبتقرر إنها تاخد شوية وقت لغاية ما تاخد قرارها، وبعد كده بتسيبهم وبتخرج وبتقرب تروح عند كيرتو. وأول ما بتوصل للمكان اللي المفروض الورشة تبنى فيه بتكون في قمة الصدمة. كيرتو تقريبا خلص كل الأساسات. كيرتو بيوصل عندها وبتقول له يا ابني هو أنت اللي حفرت ده كله لوحدك؟ قال لها طبعا أي حد في رتبة بي زيي يقدر يعمل اللي أنا عملته ده. قالت له لا أكيد لا، أنت عبيط يا ابني. بتكمل كلامها وبتقول له على فكرة أنت فعلا شخص مذهل. قال لها بالله يا ستي أنت مكبرة الموضوع. في المنطقة اللي أنا اتولدت فيها من المعتاد إن أي حد يبني بيته في يوم واحد، عشان كده أنا أصلا حاسس إني بطيء حبتين. قالت لنفسها إزاي يا ابني أنت مقتنع بنفسك كده؟ فبتبدأ تتكلم معاه وبتسأله هو أنت مش متضايق إنك بتعمل كل الشغل ده لوحدك؟ قال لها لا أكيد لا، مفيش حد بيجبرني أعمل أي حاجة، أنا بعمل كده من نفسي. وبدأ يحكي لها إنه في حزبه القديم كانوا دايما ينعتوه إنه عديم الفائدة، لحد ما في النهاية تم طرده. وقال لها بالنسبة لي أنا سعيد جدا إني أثبتت إني فعلا شخص مفيد. وأول ما شافت ابتسامته افتكرت كلام الشايع عنه إنه شخص نقي وإنها عايزة تحميه بأي ثمن. وده بقى اللي خلى البنت تكون مبسوطة جدا، وفعلا اتخذت قرارها وهو مش فاهم منها أي حاجة. وهي بتقول له وفعلا بتتخذ قرارها وما بيكونش فاهم منها أي شيء. وهي بتقول له أسطى هو إحنا خلاص ما بقيناش أصدقاء ولا إيه؟ نسيبهم بقى دلوقتي خالص يا صديقي. ونروح بقى للساموراي وبنشوف إنه بيكون قاعد لوحده، ومرة واحدة بتظهر وراها البنت الغريبة دي وبتقول المفروض إنك دلوقتي تكون اكتشفت كل حاجة. بتتكلم معاها عن شخص مختل ملقب باسم الألف وجه، وبيكون عنده استعداد يبقى أي مهمة، وعشان كده بيتسلل للفرق عشان يدمرها. وفعلا قدر إنه يدمر لأحزاب تعد ولا تحصى. المفروض إن الورقة اللي معاه دلوقتي تكون فيها كل التفاصيل، وبعد كده بتطلب منه الأجر وبنشوف إنها بتاخد النقود وبتسيبه وبتمشي. نهاية اليوم بنروح لإحدى الحانات وبنشوف إن الشخص المتجعرف ده بيعاكس إحدى الفتيات، لكن البنت دي بتسيبه وبيمشي وبيضح إن هو نفسه الجدع اللي ملقب بالألف وجه. وبيصعد دلوقتي ورا شخص اسمه السكر لأنه انضم للفريق الخاص بالأميرة اللي عاملة ورشة فنية جديدة، وقدر يخلص على الحزب ده، فأكيد هيقدر كمان على شوية فلوس ومصاري زي الفيلم. المرة دي بيضح لي إن أنا كنت قاعد وراه وبقول له فعلا خطتك عبقرية عشان تجمع ثروة زي دي؟ يقول لي أيوه. شفت أنا عبقري ولا إيه؟ والشخص ده أول ما بيشوفه بيكون مصدوم لأنه قدر يتعرف عليه، لأنه ده بيكون الساموراي دانزو. دانزو بيبدأ يتكلم معاه وبيقول له من الواضح كده إنك بدأت تشرب كتير بما إنك تتعافي من الإصابة اللي كنت فيها. لكن الجدع ده بيكون مرعوب جدا منه، ولدرجة إنه بيسيب الحانة وبيجري في الشوارع، ولكن مرة واحدة بيتكعبل في أحد الخيوط. بعد لحظات بنشوف إن دانزو بيكون وصله وبيحاول الجدع يهديه لأنه بيكون مرعوب جدا منه. دانزو بيكون حاقد عليه لأنه الشخص اللي كلفهم بالمهمة اللي كانت في الكهف، رغم إنه كان المفروض يعرف إن في مستعمرة غيلان في الكهف ده. بيقول له اهدي كده يا معلم، المفروض نكون أصدقاء في نفس الحزب. لكن بدون أي تردد بنشوف إن دانزو بيطلع السيف بتاعه وبيحطه على رقبته. أنت أصلا ما تشرفنيش تكون صديق ليا أنت. وبيحذره إنه لو فكر في يوم يقرب من أي شخص هو بيثق فيه أو أي حد من أصدقائه هيضطر يخلص عليه من غير تردد. ولما بيسيبه ويمشي بيتضح إن نفس البنت دي كانت موجودة في أحد الزقاقات، وكانت مفكرة إن دانزو هيخلص على الجدع ده لأنه المفروض يكون عقبة ليهم في المستقبل، وعشان كده بتقرر تتدخل وتخلص عليه بنفسها. لكن مرة واحدة تتراجع لأن في 2 بيظهروا وبيأخذوا الجدع ويمشوا، ومعالم الصدمة باينة على وجهها لأنها بتقدر تتعرف عليهم إنهم من وحدة الاستخبارات الخاصة بالساحرة ميميكو. في نفس الوقت بنشوف طائر جايب لها رسالة، وبيضح إن الرسالة من القائد بتاعها، وبيعرفها إنها لازم تسيب ميميكو وبتضطر تسيب المكان وتمشي. أما بالنسبة لوجهتها الجاية فهي المدينة اللي تولد فيها كيرتو. بعد كده بنتنقل لمشهد لدائرة سحرية، وبنشوف إن في امرأة متلقحة وسطهم وواضح إنها بتعاني وشكل الموضوع كبير. في اليوم التالي بنشوف إن دانزو والمحرك ده واقفين وحاسين إنهم في حلم لأنهم واقفين قدام قصر،
واضح إن كيرتو خلص بناء الورشة اللي هي عبارة عن القصر ده في أقل من 3 أيام. أما لويشيا فده ما بيكون محروق لأن كيرتو قدر يزرع شجرة وخلاها تثمر في أقل من 3 أيام، واللي هو حاجة في قمة العبث. بالنسبة للأميرة ليزا فهي في قمة الانشكاح وفاكرة إن البتاع ده هيكون عاش الحب بتاعها هي وكيرتو والكلام الوسخ ده. عزيزي المشاهد، بعد لحظات بنشوف إن كيرتو بيوصل عندهم وبيقرر ياخدهم لفة في قلب الورشة الجديدة اللي هي القصر. أول حاجة بيدخلهم عليها بتكون المدخل، ولكنه عملاق جدا، وبعد كده بياخدهم يلففهم على القصر حتة حتة لغاية ما بيوصلوا عند خزانات عملاقة. وليشا بتكون مستغربة جدا منها وبتبدأ تتكلم مع كيرتو. ايه البتاع اللي قدامنا ده يا اسطى كيرتو؟ هنا بقى يبدأ يشرح لها وبيفهمها ان الياقوت الازرق اللي جابته اتحول لبلورات سحرية، ومن خلال الخزانات دي بقت بتنتج المياه لوحدها، يعني مش محتاجين لأي مصدر مائي. اما بالنسبة للإضاءة فاستعمل بلورات سحرية من نوع معين عشان تفضل شغالة على طول من غير ما يحتاجوا لأي مصدر آخر. بعد كده بياخدهم يعرفهم على الغرف المفروض تكون مخصصة ليهم، وبعد ما بيخلصوا كلام بيقرر ياخدهم للغرفة الخاصة بمعلم الحرفيين واللي هو مش عارف إنها غرفته. عشان كده بيتكلم مع لويشيا وبيسألها هو معلم الحرفيين يوصل إمتى؟ بتقول له بقولك إيه؟ كبر دماغك، من الواضح إنه مشغول جدا وهيتأخر عننا شوية، فكك من الكلام ده كله. بالنسبة للغرفة بتاعتي فين بالظبط؟ بما إني هكون مسؤولة عن التنظيف والأعمال المنزلية فالمفروض تكون في الطابق السفلي جنب المطبخ. وطبعا لما بيسمعوا الكلام ده بيكونوا مصدومين ورافضين الموضوع تماما، وأصروا عليه إنه لازم يستخدم غرفة معلم الحرفيين مع إنه مفيش حد هيستعملها لفترة طويلة. يا جدعان ما ينفعش أتعود على كل الكرم ده. لكن هو بيقول تعبيط يا ابني، والله أنت اللي بايع كل حاجة بنفسك. وبيقعدوا يزنوا عليه طول اليوم لغاية ما أخيرا بيقنعوه وبيعرفهم إنه أول ما معلم الحرفيين يوصل لازم يسيب الغرفة دي لأنها قلة احترام بالنسبة له. بعد كده إنشيا بتبدأ تتكلم مع كيرتو وبتسأله أنت عندك القدرة تصنع حاجز مانع للعنات حوالين الأصل؟ يقول لها صدقيني الموضوع ممكن يكون صعب بالنسبة لي لكن مفيش مشكلة نحاول. البنت بتقول في نفسها واضح ان الموضوع ده هيكون صعب شوية لغاية ما يقدر يتعلم ويعمل الحاجز، فهضطر استعمل التعويذة اللي خدتها من ميميكو المفروض انها تحمينا. لفترة من الوقت ما ضلش دلوقتي غير الهدف الرئيسي وهي الغرفة الخاصة بليزا. مجرد ما بتقرب من الغرفة وبتحط احد التويز بنشوف ان ليزا بتطب فوق دماغها، بقى مفكراها ان كيرتو هو اللي بيكون وصل لعندها. بعد كده بنشوف إن أوليشيا بتكون متعصبة جدا وبتقول لها المفروض إن أنتي تكوني نايمة. قالت لها بقول لك إيه، المفروض إنك توطي صوتك لأحسن تصحي كل الناس ولا أنتي بتغيري على كيرتو. ده بقى اللي بيخلي أوليشيا تتعصب عليها أكتر وبتقول لها أنتي عبيطة يا بنتي ولا أنتي عبيطة؟ بقول لك بغض النظر عن كل الكلام ده أنتي عارفة إن كيرتو ده بيكون عايل على الله حكايته، فالمفروض إنك تكوني مؤدبة معاه. في اليوم الثاني يا صديقي بنشوف إن كيرتو بيكون واقف في المطبخ وبيعمل الفطور بنفسه، وبنشوف إن ليزا بتوصل لعنده وبتكون محتشمة جدا. بعد كده بنشوف إن ليزا بتوصل لعندها وبتبدأ تتخانق معاها مرة تانية. أثناء ما العبث ده كله بيكون داير بنشوف إن سينا بتكون وصلت لعندهم. أنا شامة كده ريحة لذيذة من الصبح، هو الفطور جاهز ولا إيه الدنيا؟ بيطمنها وبيقول لها أنا عامل لك شوية أكل زي الفل وكله جاهز. عشان كده بيطلب من كل واحد منهم يستنى في الغرفة بتاعته وهو هيجيب الأكل لغاية عنده. صحيح قبل الأكل انتوا بتفضلوا تشربوا شاي ولا قهوة؟ عشان أنا بكون محتار جدا. هنا بقى بتكون مصدومة شخ وبتقول الواد ده زوج مثالي، الواد ده زوج صالح، إن في أفكار بذيئة. عزيزي المشاهد ما ينفعش إن إحنا نقولها. بعد لحظات بنشوف إن كلهم بيكونوا قاعدين على السفرة وبيأكلوا ألذ الأطعمة، وكلهم بيكونوا في قمة الاندهاش من الأكل ده. فكرة إن هم هيأكلوا الأكل ده كل يوم بتخليهم في قمة الانشكاح. أوليشيا بتكون مستغربة جدا وبتبدأ تبص حواليها وبتسألهم هو فين كيرتو بالظبط؟ إذا بقى بتعرف إن كيرتو دلوقتي بيعمل شوية أعمال تنظيفية كده عشان هو مش فاضي، عمال يشيل شوية قبش كده كان متعلق على الجدار. أول ما بتسمع الكلام ده بتكون مصدومة لأن اللي بيتكلم عليه دي هي التعويذة اللي هي كانت حطتها عشان تحمي الأميرة من اللعنات. بسبب بقى كده بنشوف إنها بتجري بأقصى سرعتها عشان توصل لكيرتو، لأن من الخطير جدا
اي حد يتعامل مع التعويذ دي اول لما بتوصل عنده بتكون في قمه اندهاش، لان كيرتو بيكون ماسك حته قماشه وعمال بيمسح في التعويذ عادي جدا، فتعرف انه تقريبا مسح كل التعويذ. بتبقى في قمه الاحباط، فبيحاول انه يفهم منها ايه سبب النقوش الغريبه دي اللي كانت محطوطه. بتبدا بقى انها تسفرح بيه وبتقول له حاجات كده عبيطه اصلا. كده بقى بنشوف ان اشيا بتكون محتاره جدا هي تعمل ايه بالظبط. دلوقتي محترفين بيسعوا انهم يقتلوا ليزا باي طريقه. ما كانتش عارفه ازاي تحمي ليزا، لان تقريبا كل التعويذه اللي كانت معاها عشان تحميها من اللعنات بتكون خلصت. ممكن توصل لهنا. اصلا الموضوع ممكن ياخد اكتر من يوم، بيخليها تكون محتاره جدا وبتسال نفسها هل انا فعلا عندي القدره ان انا احميها لغايه ما ممكن توصل لهنا؟ عشان نعرف اجابه السؤال ده يا صديقي فهنضطر ان احنا نستنى للحلقه الخامسه.